ساعات كتير لما المريض بيجي يكشف على عينيه يتقال له مصطلح، سواء سنه كان، سواء طفل صغير او شاب او راجل كبير. يتقال له من الدكتور: انت عندك في العين سواء اليمين او الشمال عندك حاجة اسمها كسل في العين، او كسل وظيفي في العين. الموضوع دوت ليه علاقة وثيقة بتطور حاسة الإبصار وتطور المخ في سن الطفولة. كل عين من العينين بتبعت إشارات، ومن خلال مسارات عصبية إلى المخ اللي هو بيرى فعليا، يعني الصورة بتتنقل للمخ. هذه الإشارات والمسارات بتطلع من العصب البصري، من خلال العصب البصري إلى العين إلى المخ. إذا كان في عين من العينين فيها ضعف، سواء نتيجة قصر نظر أو طول نظر أو حول أو لا قدر الله مية بيضة معتمة العين دي ما بتبعتش صورة واضحة للمخ، وبالتالي المخ بيهمل الصورة دي، وبالتالي المسارات العصبية بتاعة العين دي بتبقى أضعف من العين التانية. فيستحسن جدا اكتشاف الموضوع دوت أثناء الطفولة، وبالتالي علاجه، واهم ما يمكن في علاجه واهم حاجة وسيلة فعالة في علاجه هي ان احنا بنغطي العين القوية والسليمة، ونصلح العين، نصلح سبب ضعف الابصار اللي في العين الضعيفة، وتمرينها فترات زمنية كل يوم بحيث ان يحصل تحسن ليها وتقوى تاني.